بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، بخصوص جمعية شهادة الفن، فهي جمعية فنية فتية تأسست سنة 2011 شهر 6 من شهر يوليوز على يد ثلة من شباب مدينة تطوان المهتم بالمجال الفني، وهي جمعية مستقلة ذات صبغة فنية. اتخذت كرؤية لهذه الجمعية لها الرقي بالعمل الفني الهادف المتعدد الجذور والروافد ليكون مدخلا من مداخل صناعة الإنسان المغربي. بخصوص الترتيبات والتحضيرات للمهرجان، فهي مساعدة والتعاون مع الهيئات المشاركة معنا في المهرجان كالجامعة الحضرية وبعض المؤسسات والسلطات المحلية. فالاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل الرقي بالمهرجان والوصول به إلى أعلى المراتب من حيث التنظيم واستقبال الضيوف وكذلك من حيث البرنامج ومن حيث كذلك الجانب الأمني. بخصوص النجم المطور، فهو بطبيعة الحال هو فنان العالمي سامي يوسف. قد أبدى سامي يوسف إعجابه بمدينة تطوان وبالصيت الذي وصلت إليه مدينة تطوان، وكذا بهذا المهرجان الذي سيكون ضيفه. أما بخصوص حضور سامي يوسف في مدينة تطوان، فسيكون إن شاء الله يوم الجمعة، وسيكون هناك ترتيبات لاستقباله من طرف الجمعية، على أن تكون إن شاء الله السهرة الختامية التي سيكون ضيفها يوم السبت بعد صلاة التراويح إن شاء الله. المهرجان ولله الحمد فقد عرف تطورا مضطردا منذ الدورة الأولى، وهذا ناتج عن تضافر جهود مجموعة من الإخوة الفاعلين في الجمعية، وكذا أعضاء الجمعية الذين يبذلون كل ما يمكن بذله من أجل تقديم عمل فني وازن تستحقه مدينة تطوان ويستحقه متابعو المهرجان. فهذا التميز لم يأتي على عبث، وإنما كما سبق القول فهو بتضافر الجهود والمتعاونين والداعمين الذين لم يبخلوا على المهرجان بدعمهم وتعاونهم. ولله الحمد، الجمعية ما زال في جعبتها الكثير تقدمه في الدورات المقبلة إن شاء الله. في الأخير نتقدم بالشكر الجزيل لساكنة مدينة تطوان ولكل جمهور مهرجان صدى الأسحار على مواكبتهم وعلى حضورهم المكثف لفعاليات المهرجان. ونحن في جمعية شهادة الفن نعتبر أن الداعم الأساسي للمهرجان ونجاحه هو الجمهور التطواني والجمهور التواق للفن الهادف. نتقدم بالشكر الجزيل لموقع كاميرا تطوان على مواكبته المتميزة لمجريات مهرجان تطوان صدى الأسحار ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة.